الدوري المصري، الدوري الإنجليزي، الدوري الألماني، الدوري القطري، الدوري الفرنسي. دول اللاعبين المصريين اللي لعبوا النهاردة في الدوريات المختلفة سواء في الوطن العربي أو في أوروبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكالعادة قبل ما أبدأ معاكم الحلقة ما تنسونيش باللايك، عايز أوصل لأكبر عدد من اللايكات، وطبعا الاشتراك في القناة ده شيء أساسي. هبدأ معاكم الأول بالدوري المصري وبعدين الدوري الإنجليزي. بيراميدز يواجه الداخلية النهاردة في تمام الساعة 4 عصرا، وقدر بيراميدز إنه يكسب بنتيجة 2-0. بيراميدز وصل كده للنقطة 25 في المركز الثالث. أما الداخلية عنده من النقاط 9 نقاط وفي المركز 18 والأخير. وسموحة واجه سيراميكا برضو في تمام الساعة 4 عصرا، وقدر سموحة إنه يكسب سيراميكا بنتيجة 1-0، وكده سموحة عنده من النقاط 22 نقطة في المركز السادس. أما سيراميكا كيلوباترا عنده من النقاط 21 نقطة وفي المركز السابع. نروح مباشرة على الدوري الإنجليزي. ليفربول النهاردة كان بيلاعب مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي، وتعادلوا الفريقين 1-1. مانشستر سيتي قدر إن هو يتقدم في الأهداف في الشوط الأولاني، وليفربول تعادل في بداية الشوط الثاني في مباراة مثيرة جدا يا جماعة. مباراة كانت جميلة جدا. طبعا بهذه النتيجة أرسنال في المركز الأول معاه 64 نقطة، وليفربول برضو عنده بنفس النقاط 64 نقطة، ومانشستر سيتي في المركز الثالث 63 نقطة. في المركز الرابع أستون فيلا 55 نقطة، وده بعيد عن المنافسة خالص. نخش بقى على الدوري الألماني. عند لاعبنا المصري عمر مرموش كان بيلعب النهارده مباراة جميلة جدا مع فريقه فرانكفورت، ايندراخت فرانكفورت يعني. كان بيلعب مع فريق اسمه هوفنهايم، وطبعا فريق عمر مرموش قدر ان هو يكسب 3-1. وعمر مرموش صنع هدف وعمل مباراة بصراحة جميلة جدا. بصراحة يا جماعة عمل مباراة جميلة جدا، وطبعا لعب المباراة كاملة. طبعا كان هو المهاجم، صنع هدف وعمل ماتش 10/10، وقدر فريقه انه يكسب 3-1. وطبعا عنده من النقاط 40 نقطة في المركز السادس. نروح على الدوري القطري. طبعا الدوري القطري بيلعب في صفوفه حمدي فتحي مع الوقرة القطري. كان بيلعب النهارده مباراة مع الدحيل. طبعا الوقرة القطري كسب الدحيل 2-1 في مباراة برضك مثيرة جدا، كانت التعادل 1-1، وقدر الوقرة القطري انه يخطف الهدف الفوز في آخر دقائق من المباراة، ليصبح رصيد نادي الوقرة عنده 31 نقطة في المركز الرابع. وطبعا يا جماعة كان في ماتش برضه النهارده في مصطفى محمد، بس يا جماعة ماتش متأخر قوي، كان الساعة 10 إلا ربع. طبعا هيخلص الساعة 12، ملحقتش ان اني طبعا عشان خاطر استناه. طبعا الوقت هيكون متأخر قوي، فان شاء الله الماتش النهارده الماتش بتاع مصطفى محمد ده هخليه بكرة ان شاء الله. هتكلم برضك عليه في نفس التوقيت ده بإذن الله، أو بدري شوية أو متأخر شوية، بس إن شاء الله في نفس التوقيت ده. انتظروني يا جماعة يوميا إن شاء الله في نفس الميعاد ده. هتكلم عن مباريات اليوم، وبتكلم كمان عن الأخبار اللاعبين المصريين اللي هم بيلعبوا خارج مصر، اللي هم في الوطن العربي أو في أوروبا. وده طبعا يا جماعة دي الميزة في قناة ملعب أحمد الكوتش هنا، إن أنا طبعا بجيب الحصريات بتاعة اللاعبة المصرية اللي هي بتلعب خارج مصر، سواء في الوطن العربي أو في أوروبا. لاعب ما بسيبش واحد يا جماعة مصري إلا لما بجيب طبعا بيلعب مع فريق إيه، وطبعا صنع اهداف ايه وكده. لان طبعا يا جماعه انت كجمهور مصري لازم تعرف طبعا انت لما المنتخب يضم لاعبين لازم تعرف طبعا اللاعب ده احصائياته مع الفريق بتاعه وعمل ايه وجاب بطولات ايه، واذا كان بيلعب مثلا مع فريق صغير ولا حاجه
مش لازم يحرز بطولات، بس ممكن مثلا ان هو مثلا يصنع اهداف، او هو ممكن يكون نجم الفريق. بخلاف طبعا محمد النني اللي طبعا بيلعب مع ارسنال، المفروض ان هو بيلعب مع ارسنال يعني، هو في صفوف ارسنال ودلوقتي حاليا متصدر الدوري بس ما بيلعبش يا جماعه. يبقى دي ايه لازمتها؟ متصدر دوري بس ما بيلعبش يا جماعه، هو بقاله سنتين على فكره يا جماعه. محمد النني مع ارسنال هو يا جماعة بياخد دورة تدريبية على تاني سنة، السنة دي بياخد دورة تدريبية. هو أصلا قاعد في الفريق بمزاجه، مش إن هو قاعد بياخد فلوس وخلاص أو بيقبض وخلاص، لا هو قاعد بياخد دورة تدريبية عشان خاطر في المستقبل بعد سنة أو بعد سنتين يشتغل إداري في الفريق أو في الجهاز الفني. طبعا يا جماعة أنا ما بسيبش لاعب مصري إلا لما أقول لكم عليه، وده طبعا حصريات ملعب أحمد الكوتش. طبعا أنا في طبعا كل واحد بيبقى طالع مثلا كواحد أهلاوي بيتكلم عن الأهلي، أو واحد زمالك بيتكلم عن الزمالك، أو واحد مثلا بيتكلم مثلا الفيديوهات بتاعته كلها بتبقى عن الدوري المصري. انا طبعا يا جماعه بتكلم عن الدوري المصري، وكمان بتكلم على اللاعيبه المصريين المحترفين بره مصر سواء في الوطن العربي او في اوروبا. ما بسيبش لاعب الا لما اقول لكم عليه. تمام كده يا جماعة. طبعا بتمنى منكم اي حد يكون شاهد الفيديو لحد دلوقتي يا ريت ما يبخلش عليا باللايك يا جماعة. والله العظيم يا جماعة انا بتعب جدا عقبال ما اجيب لكم طبعا الاخبار دي كلها، الدوري الانجليزي والدوري الفرنسي طبعا مصطفى محمد، والدوري الالماني والدوري عمر مرموش، والدوري القطري. طبعا يا جماعة انا بتعب جدا عقبال ما اجيب الاخبار ديت، وكنت طبعا اخش على الاحصائيات والكلام ده كله. يا ريت يا جماعة تقدروا تعبي. وطبعا اي حد يكون شاهد الفيديو لحد دلوقتي مش هتخسر حاجه لما تعملوا لايك، ده طبعا يعني جزاك الله خيرا يعني. واكيد طبعا الاشتراك في القناه ده شيء، طبعا ده شيء اكيد طبعا. عايز اجمع 1000 مشترك في القناه بتاعتي. السلام ختام.